حلم التتويج بلقب عالمي بدأ من مونديال قطر وتدرج في سلم المجد ليبلغ اليوم قمته في مونديال الشباب بتشيلي. وقلوبنا عامرة بالخير ديما عامرة، المغاربة كاينين والبصمة حاضرة وعلينا تمركيها صعيب. الراية عالية 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 وبلادنا غالية غيرها ما يحلاليها. نهائي بسط فيه المنتخب الوطني سيطرته كما على منتخب الأرجنتين. كل خطأ فرصة لتقوية الخطى. الكرة على حدود مرمى الأرجنتين ويسير الزبيري رأى الفجوة في سوء تمركز الحارس سانتينو باربي ليدون الهدف الأول مبكرا معلنا بداية الاحتفال. ارتفعت الهتافات وتجمد راقصو التانغو لتتأكد سيطرة المنتخب الوطني ويتضاعف النصر. أمنية الأرجنتين أن يبقى الزبيري بعيدا عن منطقة الجزاء، لكنه أعلنها حربا على شباك الألبيسيليستي. والهدف الثاني ألغى منطق الخبرة ولغة الحسابات والأرقام، وأثبت أن الجرأة تحولك إلى أسطورة تروى للأجيال. شكوا في قدراتنا فأثبتنا جدارتنا، سخروا من أحلامنا فعلمناهم كل دروس التكتيك. بخبرة مدرب عطل جميع مفاتيح لعب الكبار. الإطار الوطني محمد وهبي لم يكن مجرد مدرب تكتيكي، بل كان معلما ملهما حقق حلم العالمية بالجهد والرؤية الواضحة. ما قدمه هذا الجيل من اللاعبين استثنائي يوم وضع يده في يد التاريخ ليصنع مستقبلا يلائم تطلعات المملكة المغربية الشريفة.
إظهار التهاني على هذا الإنجاز العالمي الجديد الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم جلالة الملك. وبقدر ما أمتعتم وأبهجتم الجماهير الشغوفة بكرة القدم، أسعدتمونا وأسعدتم الشعب المغربي قاطبة، وأقمتم الدليل القاطع على ما يزخر به وطنكم الغالي من إمكانات وطاقات شابة موهوبة اكتسبت من المهارات ما جعلها ترفع التحدي وتخلق الحدث. وجاء في برقية جلالة الملك أيضا، ولا يفوتنا أمام هذا التتويج الباهر أن نحيي ونبارك بحرارة جهود كافة مكونات منتخب أشبالنا الأبطال، مدربين ولاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية ومسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مقدرين عاليا غيرتهم الوطنية وحرصهم الشديد على المضي قدما في تأكيد وتكريس جدارة كرة القدم المغربية في اعتلاء قمة المجد الكروي العالمي. وقال جلالة الملك: وإذ نجدد لكم تهانئنا الحارة وخالص شكرنا على إهدائكم لأمتكم التليدة هذا اللقب العالمي، فإننا نحثكم على الاستمرار على نفس الخطى الجادة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظكم ويسدد خطاكم وأن يوفقكم لمواصلة مشواركم الواعد بتحقيق المزيد من الأمجاد والألقاب مع سابغ عطفنا ورضانا. إلى الحدث الرياضي البارز الذي بصم عليه أشبال الأطلس بتتويجهم بكأس العالم للشباب بالشيلي. أشبال الأطلس يكتبون ملحمة أخرى من ملاحم كرة القدم الوطنية. نتابع معكم هذه الصور.